السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وصحة جيدة يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الاجنحة ديال الدجاج بواحد التتبيلة اللي هي بسيطة جدا، كيجيو بنان بزاف وكيجيو مقرمشين. غادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا كاع المقادير والطريقة ديال التحضير. اول حاجة هنايا كناخدو كمية ديال الاجنحة ديال الدجاج على حسب نتوما شحال عندكم. كنقسموهم على جوج من احسن، ما كنخليوهمش كبار، كنغسلوهم مزيان وكنخليوهم يستقطروا، وكذلك ضروري اننا كنخليوهم يترقدوا في الحامض وشويه ديال الملحه والسكينجبير. بالنسبه للتوابل درت نص معلقه ديال الثوم مجفف، 4 معالق الخرقوم البلدي، 4 معالق سكينجبير، و4 معالق ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، نص معلقه صغيره ديال الكزبر يابس مطحون، وشويه المليحه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الثوم مجفف ديروا الثومه العاديه، يعني واحد جوج فصوصه ديال الثومه حكوهم في حكاكه رقيقه. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال عصير الحامض، تقريبا واحد جوج معالق كبارين. غادي نضيف معلقه ديال صوص الصوجا اختياريه، معلقه كبيره اللي هي جوج معالق زيتون. غادي نضيفو كذلك معلقه صغيره ديال الموطارد اولا الخردل، شويه ديال الزعتر باش نسمو، كيجي زوين بزاف هاد بحال هكا اللي كنبغيو نقليوهم بلا شابلور وداكشي كيجي فيهم الزعتر تنسيمه زوينه بزاف. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون باش هكا كيتخلطوا ليا ديك المكونات اولا ديك التوابل مع بعضياتهم. بالنسبه لهاد التتبيله هادي تقدروا ديروها لاي يعني الدجاج سواء مفخاد اولا هكا ملي كتبغيو تقليوهم، هاد التتبيله كتجي زوينه بزاف. هنايا ضروري اننا نتبلوهم مزيان مزيان في هاد التوابل اللي درنا. تقدروا تبيتوهم ليله كامله، تخليوهم يترقدوا يعني ليله كامله في هاد العطريه هادي، اولا تقدروا طيبوهم في النهار. انا بالنسبه لي غنطيبهم في نهارهم، يعني ما غاديش نخليوهم يباتوا. من بعد ما كنديرهم مزيان في هاد العطريه، دائما كنقول لكم الحاجه ملي كنبغيو نديروها مشويه اولا مقليه بحال هكا باش تجينا واحد التنسيمه زوينه في الدجاج ديالنا، ما نكثروش فيها العطريه، حيت الا كثرنا فيها العطريه تجينا غالبه على الدجاج، ما كيكونش المذاق ديالها زوين بزاف. هنا درتهم في واحد الصينيه اللي فرشتها بورق الزبده، كنستفوهم حدا بعضياتهم. وفي هذه المرحله كناخذوا ديك الاناء اللي بقى ليا فيه شويه العطريه كندير فيهم واحد ربع كاس ديال الماء، وكنخويه في الوسط ديال الصينيه بحال هكا اولا ديال الطاوه. من بعد في هذه المرحله راه عندي الفران كيسخن من قبل. اول حاجه غادي نغطيه بورق الزبده، ضروري كنغطيوه بورق الزبده، عاد كنغطيوه بالورق الالومنيوم، ضروري كنغطيوه بالورق الالومنيوم باش هكا كيطيب لينا ديك الدجاج من الداخل، ما كيبقاش خضر ولا شي حاجه. ندخلها الفران من بعد ما كطيب ليها الطاوه تقريبا 45 دقيقه حتى 50 دقيقه، ما كامله الساعه، خليتهم على خاطرو، شعلت عليهم من الفوق ومن التحت حتى كنشوفوا انهم طابوا مزيان مزيان بحال هكا. كنقيسوا الدجاج كنلقاوه باللي طاب صافي، كنحيدوه من الفران صافي. غادي نغطيه ونخليه على جنب. هنايا غادي ناخذوا لا شابلور او الخبز العادي، تقدروا تطحنوه هكا كتزيدوا عليه شويه المنسمات، وكذلك عندي الدقيق الابيض، وغادي نحتاجوا جوج حبات ديال البيض فقط. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت كفاوني هاد جوج حبات ديال البيض. كنعمل عليهم شويه الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، كنخلطهم مزيان مزيان مع بعضياتهم. هنايا كناخذوا ديك الاجنحه ديال الدجاج كنعملوهم في دقيق هو الاول بحال هكا، وعاد كنديرهم في البيض بهذا الشكل هذا. دائما ملي كنبغيو نقليو شي حاجه هكا في لا شابلور والبيض داكشي كنسبقوا الدقيق عاد البيض عاد ثم كنعملوهم في لا شابلور. صافي انا هنايا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، غادي نديرهم كاملين بنفس الطريقه، وغادي نفندهم في لا شابلور مزيان، وغادي نجمعهم في واحد الطبيسيل حتى كنساليهم كاملين، عاد كنطيبوهم دفعه واحده. غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نديرهم كاملين في الدقيق ثم في البيض حتى كنساليهم كاملين، عاد كنقليوهم. بعد ما كنساليهم كاملين بنفس الطريقه، في هذه المرحله هذه راه درت الزيت كتسخن، ضروري ان الزيت تكون سخونه. عاد كنديروا فيها هذه الاجنحه ديال الدجاج، ما كنديروهمش في الزيت وهي بارده. ما كتكونش النار مجهده بزاف باش ما هكا ما كيتحرقوا ليكمش هاد الدجاج ديالكم،
وما كتكونش النار اللي هي ناقصه بزاف، باش هكا ما تشرب ليكمش اولا ديك الدجاج ما يشرب ليكمش الزيت. ضروري اننا كنديروا النار متوسطه، حيتاش هما راه طايبين خصهم غير يتحمروا واحد شويه ونحيدوهم. داكشي علاش ما نقصوش النار بزاف باش ما يشرب ليكمش نهائيا الدجاج ديالكم الزيت. كما شفتوا كنخليهم حتى كيتحمروا من واحد الجهه، عاد كنقلبوهم من جهه واحده اخرى وصافي. وكيكونوا كيكون هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما طاب. كيجي واحد الدجاج اللي هو بنين بزاف، كتجي فيه واحد القرمشه اللي زوينه، وكيجي ناشف ما شاربش الزيت، وكيجي طايب وكيجي بنين. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم وتعجبكم الوصفه ديالي ديال اليوم. كنقول لكم ان شاء الله وصفه جديده فيديو جديد. السلام عليكم.